بعد كده بينتقل بينا المشهد على جزيره في هاواي، وبنشوف بنت صغيره اسمها ليلو بتكون بتلعب في الميه، ولكن فجاه بتطلع تجري عشان تلحق درس الرقص بتاعها، وبالفعل بتوصل في الميعاد وبتغير هدومها على طول من غير ما تنشف نفسها من الميه اللي عليها. وبسبب الميه دي اصحابها بيقعوا وما بيعرفوش يرقصوا، وواحده من البنات دول بتتريق على ليلو وبتستفزها، ولكن ليلو على طول بتوقعها على الارض وبتفضل تعض فيها. وساعتها مدرس الرقص بيبعدها عنها وبيقول لليلو ان احنا لازم نكلم اختك عشان تيجي تتعامل معاكي. فليلو بتفضل تتحايل عليه عشان يسامحها عشان هي اتدربت كتير وما ينفعش تخسر بالسهوله دي، ولكن تجيله من هنا يجيلها من هنا هو بيرفض ومش بيرجع في كلامه. فليلو بترضى بنصيبها وخلاص بتستنى صاحبتها عشان تعتذر منها على اللي حصل، وفعلا بيطلعوا لها وليلو بتروح تعتذر لها ولكنهم بيخافوا منها. وساعتها بتلاقيهم مطلعين العرايس بتاعتهم، فبتطلع العروسه بتاعتها هي كمان، وبيخافوا منها ومن العروسه بتاعتها وبيسيبوها وبيطلعوا يجروا. بعد كده بنشوف ناني وهي طالعه تجري على اخرها عشان تلحق ليلو قبل ما تخلص الدرس بتاعها، ولكنها مش بتلاقيها وبتتوتر جدا، وعلى طول بتطلع تجري على البيت عشان تشوفها هناك. وبالفعل لما بتوصل هناك بتلاقي ليلو نايمه على الارض وزعلانه جدا وبتكون قافله الباب، وناني بتحاول تفتح الباب وبتقول لها يا بنتي مفيش وقت لان المشرف الاجتماعي جاي ولازم يلاقينا في احسن حال عشان ما ياخدوكيش مني. وبالفعل المشرف بيوصل للمكان، واول لما بيخش البيت بيلاقيهم حرفيا عايشين في خرابه. والمشرف ساعتها بيقرب على ليلو وبيسالها هي اختك بتعاملك ازاي، فليلو بتعرفه انها دايما بتزعق لها وبتضربها. فالمشرف ساعتها بيقول لناني قدامك 3 ايام بس وهرجع تاني، ولو لقيت الدنيا زي ما هي كده هاخد منك ليلو ومش هتشوفيها تاني. واول لما المشرف بيخرج من هنا ناني بتطلع تجري ورا ليلو من هنا وبتكون عايزه تضربها على اللي هي عملته ده. وبيخلص اليوم وكل واحده فيهم بتخش اوضتها وبتقفل على نفسها، لكن طبعا ناني مش بيهون عليها ليلو تنام وهي زعلانه، وبتروح لها عشان تصالحها وبتقول لها ما تزعليش انا خايفه عليك يا ليلو، وان المشرف لو خدك مني احنا مش هنشوف بعض تاني وهنبعد عن بعض. وفجاه وهم قاعدين بيتكلموا ليلو بتلاحظ ان في حاجه نازله من السماء وبتفتكرها نجمه بتقع ولا حاجه، وبتخرج ناني بره اوضتها وبتقفل على نفسها عشان تتمنى امنيه. وناني ساعتها بتتصنت عليها عشان تعرف هي بتتمنى ايه، لكنها بتلاقي امنيات ليلو بسيطه جدا، وبتكون بتتمنى انها تلاقي صديق ليها يكون معاها دايما وما يسيبهاش ولا يخاف منها. وناني بتتاثر جدا بالكلام ده وبتقرر انها تاخدها بكره عشان تجيب لها قطه ولا كلب ولا اي حيوان اليف يكون معاها.